النهارده احنا هنتكلم في فقرتنا الاولى عن القنوات الدينيه. احنا عندنا تقريبا حوالي 30 قناه دينيه وحوالي دينيه اسلاميه، وعندنا حوالي 10 قنوات دينيه مسيحيه. وهذه القنوات اغلبها عدا القنوات المسيحيه التي تبدو تحت اطر القانون ملتزمه، لكن عندنا ترخيصات بتصدر باسم قناة منوعات، ثم نفاجأ انها تحولت الى قنوات دينية. لو هي قنوات دينية بتبسط الدين وتعلم الناس اصول الدين، اهلا وسهلا، احنا محتاجين ده. لكن عندما يتحول الامر الى بزنس والى فساد والى افتاء بغير علم، يعني هتكتشفوا واحنا بنتكلم ان علماء واسماء كبيره جدا من هذه القنوات، شيخ كبير معاه دبلوم معلمين ما خدش غيره، مفيش مؤهلات تانية، لما بيسأل بيقول انا اتعلمت على ايدين شيوخ. وشيخ تاني كبير جدا وله جماهيريه فشل في التخرج من معهد الدعاء، ومع ذلك يدرس في احد معاهد الدعاء. في احداث الاخيره التي انذرت ببوادر فتنه ما بين المسلمين والمسيحيين المصريين، لعبت قنوات ادوار غير محترمه بالمره. منذ ايام صدر قرار من مدينه الانتاج الاعلامي، اعتقد اداره قنوات النيل سات، بايقاف قناه البدر. قناه البدر كانت واخده ترخيص قناه عامه او قناه منوعات، ومع ذلك دخلت في المعركه وهجمت الكنيسه المصريه. وبالتالي في قنوات مسيحيه من المتوقع انها ترد. طبعا كان في قناه مسيحيه اللي هي قناه الحياه، زكريا بطرس نعرفه كتير، كان بيخوض معارك قذرة ضد الإسلام والمسلمين على مدى أكثر من 200 أو 250 حلقة، لم يكن له هدف إلا إثارة المسلمين والنعرات الطائفية. كل ده بيحصل. هذه القنوات خاضعة لوزارة الإعلام ووزارة الاستثمار. إيه دور وزارة الإعلام وإيه دور وزارة الاستثمار؟ ليه ساكتين حتى هذه اللحظة؟ هو يعني احنا بنقدر على مين؟ خايفين من إيه؟ القنوات دي لها مريدين زي الفل، لها ناس كتير جدا، ولو تعرفوا البيزنس بتاعها هقول لكم مفارقه بس. امام المسجد خريج الازهر الشريف بينام في اوضه جوه المسجد وبياخد 300 جنيه في الشهر. اقل داعيه من الدعاء في هذه القنوات، واللهم لا حسد، مش القضيه الفلوس، ولكن عايز اقول لك الصراع والتاهيل، بياخد 300 و400 الف جنيه في الشهر. اكتر بلد اللي عايز يعمل اي حاجه يقدر يعملها في مصر. ليه المسؤولين في بلدنا بيسكتوا لحد ما الدنيا تشتعل وبعدين نبتدي نفكر وناخد موقف؟ ليه ما حطناش اطر وما شفناش التمويل اللي جاي من الشمال ومن اليمين ومن الشرق ومن الغرب بهدف واحد، احداث فتنه في مصر باسم الدين؟ من امتى؟ ما احنا طول عمرنا كان عندنا برامج دينيه. يعني في قناه منهم صاحب القناه كان عنده قناه بتاع هشك بشك ورأس، والقناه الثانيه كانت قناه دينيه. اكتشف ان القناه الدينيه بتجيب له فلوس اكتر. كان اللي بيجيبوا الناس من غير فلوس، عايز تيجي تشتغل مذيع هنطلعك تبقى شيخ بس مش هتاخد ولا مليم. اتعلموا الدين متاخر، وبعدين حاولت انها تبقى وسطيه، فبدات تجيب شيوخ او دعاه معتدلين. السلفيين زعلوا وقطعوا القناه وقالوا لا مش هنيجي. السلفيين هم اللي لهم جمهور فرجعوا تاني. وبقروا الاعلانات اللي بتنزل في هذه القناه بتقول ايه؟ ايه الهدف منها؟ احنا قدام حساسيه شديده جدا واحنا بنتكلم في هذا الموضوع، ان البعض هيقول لك وهو انتوا يعني بتتكلموا في القنوات الدينيه وعاجبكم قوي القنوات الغنائيه والرقص والعري والمسخره؟ لا عاجبنا ده ولا ده، لا عاجبنا لا العري ولا المسخره ولا موافقين عليه. ويجب ان تكون هناك رقابه. والمواضيع الدينيه اللي بتخاطب وتغذي العقيده، العقائد مساله ما فيهاش تفكير، كلها قائمه على العاطفه. اللي يمس ديني وطول ما انت بتقول لي قال الله وقال الرسول، على طول بدون تفكير انا واخدك ومسلم بيك. تقول لي فتوى، تقول لي. انا في وقت من الاوقات حسيت ان احنا قدام دوله دوله فضائيه هدفها الوحيد هو ضرب مؤسسات مصر. فالازهر
يطلع ويتكلم عن الختان او على النقاب، تطلع هذه القنوات تقول لك الكلام ده غلط وده توجه حكومي. بلد كبير زي مصر، بلد زي مصر يجب ان يكون هناك قوانين، والقائمين عليها او القائمون عليها يطبقوا القانون. القانون بيقول ايه اعملوه. عايزين يبقى في قنوات دينيه رخصوا. نايل سات بتقول لك ما اداناش رخصه واحده لقناه دينيه. اما القنوات اللي بتطلع عندك دي ايه؟ هي بتطلع سريه؟ هو احنا بنسمعها في الاذاعه؟ ما هي شاشات. طب انتوا سايبينها ليه؟ طب انت مديني رخصه امارس طب، ازاي تخلينا ابن عمارات وتسيبني وبعدين فجاه تكتشف ان انا بعمل جريمه بعد سنوات؟ عايز اقول لكم مفارقه صغيره. كنت بكلم احد علمائنا الكبار وبقول له عايزينك تشاركنا الراي في هذا الامر ونناقش بعض الفتاوى المعروضه. قال لي بعدنا عن دول اباطره، دول هيبهدلونا، دول هيشتموني ويجرسوني ويفضحوني ويحصروني في كل مكان، دول بقوا قوه لا يستهان بيها. طب انا هبهدل نفسي ليه؟ انا هيستلموني كل يوم. لما عالم كبير يخاف يتكلم لان القنوات دي فتوات ولا تقبل الراي الاخر ولا تقبل الحوار، تبقى مصيبه. احنا نتحدث عن اللي بيخرج عن الاطر، عن اللي القنوات الشيعيه، عن القنوات السلفيه اللي بتهاجم السنيه. الشهير دكتور شوقي السيد عضو مجلس الشورى، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الخبير الجميل. وفجأة كده بيروح حاصل لي حاجة، الاسم بيروح واقع. الحقوني يا جماعة، ده صديقي العزيز. بس ياسر عبد العزيز صديقي العزيز، أنا آسف. أول رسالة مهندسة بتقول: هل حضرتك يا أستاذ خيري تابعت القنوات الدينية على الأقل 3 أيام؟ طب قول لي 3 سنين لكل قناة حتى تتحدث عنها بثقة ولا تكون ظالم لها. أكيد